عدت حلقات كتير اتكلمنا عن النطق وعدنا الابجديه والحرف ده مع ده وشيل ده وحط ده. في ناس زعلانه ومحبطه، الموضوع ما بيخلصش. اللي تابع معايا الحلقات اللي فاتت دي كلها الموضوع خلص بنسبه 80% وما عنديش اكتر من كده. ليه؟ لان اصلا الانجليش لغه يعني فيها حروف كتير جدا ملهاش امان. حد يقدر يقول لي الاس امتى تبقى سايلنت وامتى كلمه ايلاند ايه اللي مخلي السايلنت فيها مثلا؟ ليه الجي اتش في كلمه زي كلمه بروت اللي هي ماضي برين سايلنت، وفي كلمه ثانيه زي يضحك لاف؟ ايه الموضوع ده؟ إيه اللي يخلي مثلا ال في كلمه walk سايلنت او التي في كلمه often سايلنت؟ ايه الموضوع ده؟ الموضوع ان اللغه الانجليزيه يعني دي جزيره او اللي هي دلوقتي يو كي، وجالها غزاة كتير، جالها الرومان ايام قيصر، وجالها الدنماركيين، وجالها الساكسونز، وجالها النورمانديين هم الفرنش، وكل الناس كانوا بينطقوا بطريقتهم. في مثلا ناس زي الدانش او الساكسونز عندهم الج نطق على طول، زي ما تلاقي كلمه جي اي في كلمه جيت واحد يقول لي قشطه، ما الاقي جي اي في الاول انطقها ج مش متعطشه، لا عندك جنرال، فدي مالهاش قاعده. جنرال دي جايه من لاتيني، جايه من نورماندي، جايه من فرنسا، والجيت دي كلمه جرمانيه الاصل نطق ج. ففي كلمات كتير وفي حاجات كانت نطق زمان. كلمه 8 الجي اتش كان زمان بتنطق من 800 900 سنه كانت ايخت، وجار كانت ناخبر، اوكي. ومع القرون الحمد لله دلوقتي بتنطق احسن بكتير، بقت 8 نيبر بقت سان. واك كانت واك، اوفن كانت اوفتن، ولا زال في استراليا واماكن كتير بنطق اوفتن لغايه دلوقتي. ليستن كانت ليستن بس دي قديمه قوي. هتيجوا بعد ما تعملوا اللي عليكم وتتعبوا تقولوا ما فيش فايده، يعني مش عارفين نتقن الموضوع، ما يفعل. والله دي مش مشكلتنا خالص، دي مشكلتهم هم. خلاص احنا بنيجي عند حد بعد ما نوصل القواعد بنأمن نفسنا حوالي 80%، والباقي لازم نسال على كل كلمه، لازم نتاكد عندك حاجه بتنطق، وهكذا. ما تزعلوش من نفسكم قوي.